إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نتكلموا فيه على أحد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي الملقب بمول الكاسكيطة. هاد مول الكاسكيطة يعني بعد 4 سنوات قضاها بالسجن، يعني 4 سنوات كثيرة كثيرة على هذه الأسرة الصغيرة. يعني شكون فينا ما تيتذكرش الفيديوهات او الخرجات اللي كانت تخرج به الزوجة ديالو وهي معذبة وما عندها ما تاكل لا ما تشرب، وعندها البنية صغيرة. شو تبارك الله، ركزوا معايا على هاد الصورة، على هاد البنية هادي. يعني تبارك الله دابا راه عندها 4 سنين هادي. يعني خص مول الكاسكيطة على الأقل، على الأقل يدير واحد شوية ديال العقل ويراعي لهاد الأسرة الصغيرة ولهاد الزوجة، يعني اللي انتظرته كل هذه السنوات واللي ضحات يعني بالقليل والكثير من أجل هاد الأطفال هكايا. خصو يراعي، خصو يراعي. واش تتذكروا معايا أنها الخرجات ديالها اللي ما كانش تتلقى حتى الحليب اللي تعطيه لهاد البنية الصغيرة هادي، هاد البنية الصغيرة. تنتمنى يعني من الأخ مول الكاسكيطة يعني يرد البال لهاد العائلة ويعطي ولو القليل. يعني أن نصف حياته تقريبا كان في السجن، ربما عامين في المرة الأولى، و4 سنوات في المرة الثانية. يعني تقريبا هاد الأطفال هكايا ما شافوش، ما عاشروش باهم ولو لكنا في المجموع ولو سنتين. لهذا الإخوان ديالنا تنتمنى من الله، تنتمنى من الله هاد مول الكاسكيطة يعني يرجع للصواب ويراعي الظروف ديال هاد العائلة. يعني شكون اللي تيضرر الأول والأخير؟ هاد الزوجة هادي، هاد الزوجة اللي خصو يقبل لها الراس ديالها ويحترمها. يعني راه ضحات يعني بالقليل والكثير من أجل هاد الأسرة وتربية هاد الأطفال. يعني المرأة وفي واحد الظروف اللي هي ما كاينه لا خدمه لا حتى شي حاجه وعندها 3 أطفال، يعني وحرصت عليهم واعتنت بهم، يعني راه ماشي يعني تتسمى واحد المرأة اللي هي مرأة حرة. إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.